مشغولة وعندك أولاد أو موظفة وراجعة على البيت وكمان أولادك رح يرجعوا من المدرسة، بدك تعملي لهم أكلة طيبة وسريعة وبنفس الوقت يحبوها وتكون جديدة. عملت لك أطيب سلطة شاورما. شاورما سلطة؟ لك إيه شاورما سلطة؟ ريحتها بتشل وطعمتها بتاخد العقل، أنا متأكدة. تعرفوا ليش؟ لأنه ما بعمل شي ما طيب أنا. تعالوا شوفوا كيف حضر. وصفتنا كتير سهلة وكتير طيبة. تعالوا معي. أول شي هون عندي فلعة وحدة دجاج، يعني 250 جرام، بنحطها بالطواية وبنحط معها زيت نباتي هيك شوي، يعني مقدار معلقتين كبار، وراح أحط معها شوية بهارات اللي هن كمون، من كل نوع بهار حطيت نص معلقة صغيرة، بودرة ثوم، فليفلة حلوة أو حدة مثل ما أنتم بتحبوا، عندي الله فلفل أبيض، معلقتين كبار من اللبن، لبن الزبادي. هيك أحركهم، بدي أحطهم على النار، يعني بدي أقليهم لبين ما الفروج يتقلى ويستوي. عندي أنا هون شو رح أعمل؟ رح أحضر للصوص. عندي هون لبن 3 معالق كبار، وهون عندي طحينية كمان مقدار معلقتين كبار. طبعا انتم بتتحكموا اذا بدكم الطحينة اكتر فيكم تضيفوا. وعندي هون ملح الليمون رشة، وملح رشة، وفلفل اسود كمان رشة بقصد فيه انا نص معلقة او ربع معلقة الصغيرة. وبالنهاية الحمض والملح مثل ما انتم تختاروا، يعني مثل ما انتم بدكم. طبعا لا تنسوا انه انا ما عندي كمية كبيرة، يعني عم بعمل كمية صغيرة. وطلع عندي الصوص بهذا الشكل. عندي هون الخس جاهز، وفي عندي كمان بصل مقطعته هيك جوانح، بصل يلي لونه نهدي. انتوا بتحبوا تجيبوا بصل ابيض او الثاني كيفكم. هلا هون عندي الفروج لسه ما استوى، يلا يلا على استواء. الدجاج عندي استوى، طفيته. هلا بدي بقى اطبقها. اول شي بنحط هون الخس، بدي انزل كمان شوية بصلات. طبعا فيكم انه البصل تعملوه ناعم، بس انا صراحة بالسلطة والفتوش بحبه هيك يعني خشن. وهلا رح انزل الفروج، ريحته بتشهي القلب عن جد، يعني انها الشاورما اللذيذة. هلا بنزل كمان فوقها الصوص طبعا. واو. واخر مكون راح احطه يلي هو، هلا بورجيكم اياه. بس اول شي نخربطها كتير منيح، ريحتها دمار. ترارارام تشيبس. اي نوع تشيبس بتحبوه فيكن انه تحطوه، بس المهم يكون هيك اصابع يعني. كتير طيب. وهيك صارت عندي سلطة الشاورما جاهزة. راح اخلص هيك الامور هيك وارتب الوضع وارجع لكم. يلا ندوق سوا. اوه يا سلام سلم. هالشيبس عطاها طعم غير شكل، بتشل. مو قلت لكم طيبه؟ وثقوا فيني وجربوها. مو بس هيك، اكتبوا لي بالتعليقات اكلينا بالمطاعم من قبل او مجربينا شي بالبيت من قبل، واذا ما مجربينا او مجربينا جربوها على طريقتي وابعتوا لي صوركم على الانستغرام. وبحبكم كتير، بشوفكم بفيديو كتير حلو وجديد. باي باي.